لهم من القرون إنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا بها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر لسابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم بملك المشهور وخلقنا لهم بمثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتموا لو يشاء الله أطعما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يهزمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكذبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكر بحكمه فلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون كذللناها لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم سرنا وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو عصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله قال وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم توبة نصوحا تبنا إلى الله عبد الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده
Subhanallah wa bihamdihi 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 Ya Allah 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 salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Al-Fatihah wa ayatul kursi wa salasa min suratul ikhlas wal mu'awwidhatain ila arwahi liman istama'na hahuna bisababihim anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yasqinuhum wal jannata bi rahmatihi walidina walidihim khassah wa jami' ammatina ammatil muslimina amma wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين الله الرحمن الرحيم وعلى شاكر ذاكر حمدا في نعمك مزيد ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأول والآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في النبي المرسلين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض عليها داخل الوارثين صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعلنا وصل بلدكم ثم اكرمنا من القران العظيم مهلا لم نقول لا اله الا الله ما سبحنا من قول سبحان الله الحمد لله استغفرنا وصلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
في هذه العشية بركة هدية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وهبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ما إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين تابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا أستاذنا العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلى يوصل الفري ما إلى روى الفقيه المقدم سامي عبد الرحمن سقاب أولاده 13 والمنتسبين إليهم الآخرين ثم إلى روح سبح هذا الحارة الحبيب علي بن حسين Pangeran Habib Ali bin Husain bin Syahbaz summa ila walidina walidikum ummatna wa ummatikum wa ummatul muslimina ajma'in Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaskinhum jannata bi rahmatih walidina walidihim khassah wa ummatna wa ummatul muslimina amma wa sallallahu ma thawaba dhalika minna ilayhim waj'al nura yas'a wa yatrala bayna aydihim Allahumma yafikaka lahum minan nar wa yatkan lahum minan nar hijaban lahum minan nar sitran lahum minan nar bara'atan lahum minal adab Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim fa'anha Allah ja'al kuburahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum fura min hafrin niran adkhil Allahumma fi qulubihim wa quburihim ar-rah wa rihan wal fus'a ridwan wal bishar wal aman fi rafi'al jinanaka kariman mannan ya hannan ya mannan ya man su'ila al-'ata wa idha su'ina 'an wajma'na wa iyyahal muslimina jami'an fi dari karamatik mustaqir rahmatik mahali awliyaik ma alladhina an'amta 'alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa asna ulaika rafiqa dhalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi 'alima ya rabbana ighfir lana li ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghayra alladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wa bihaqi rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wasallam muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin sirrul fatiha Bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وعافيا ومزيدا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيهم السلام وآخر دعواهم الحمد لله بالعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي الإناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول. Yang kami hormati Al-Habib Syekhan bin Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, kemudian Al-Habib Husain bin Abu Bakar bin Syihab, kemudian Al-Habib Alwi bin Ahmad Marzak, mata'anallahu fi tuli hayatihim jami'an, serta yang juga kami hormati para alim ulama, masyayikh dan hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama mereka, namun tidak mengurangi rasa hormat kami sedikit pun kepada antum-antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat beliaulah kita dapat merasakan nikmat terbesar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, yang dimana karena kedua nikmat tersebutlah kita dapat berkumpul pada acara sore hari ini. Alhamdulillah. Berdirinya Al-Fakir di sini selaku pembawa acara ingin membacakan kepada antum semua susunan acara yang akan dilangsungkan pada sore hari ini. Acara pertama akan dimulai dengan membaca basmalah yang akan dipimpin oleh Al-Fakir sendiri, dilanjutkan dengan qiraatul maulid simtud durar yang akan dibaca oleh faslul awal Al-Ustadz Umar bin Ahmad bin Shihab, faslul tsani As-Sayyid Ahmad Zain bin Husain Al-Marzak, وفصل الثالث السيد محمد حسين بن عزمي بن حسن، وفصل الرابع السيد شامي بن عبد الرحمن الكاف، وفصل الخامس السيد عبد الرحمن بن علوي المشهور، وفصل السادس السيد إكرام بن حلمي بن شهاب، وفصل السابع السيد أبو بكر بن محمد المديحج. ثم محل القيام وبعده فصل وحينة الذي سيقرأه الأستاذ عبد الرحمن بن توفيق بن شهاب، ثم ولقد اتصف ثم الدعاء. Kemudian mau'izatul hasanah yang akan dibawakan Al-Habib Hasan bin Husain Al-Madihij, lalu diakhiri dengan talqinuz zikir. Tanpa harus menunggu lama, langsung saja kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Suratul Kitab Surat Al-Habib Ali bin Muhammad Basin. Man ittama'na hahuna bi sababi anna Allah yaghfir lahu wa yarhamna al-jannata wa rahmati wa walidina walidihim khassa wa jami'a amwatina wa muslimina amma wa ila hadratin Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ashrafi badrin fil kauni ashraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad akrami da'in yad'u ila al-haqq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي
النبي اللهم صل وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم وعلى الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أكداره الجسمة فأرسل إليهم مشرب خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في العالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر أفرده بالتعداد ولا يمل تكراره بكثرة الترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم العنا ما نوالا جل من شرف الوجود بنوره غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن على المقام وتناهى في المجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رعده رفعة في شؤونه وكماله فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان فيحار في التعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملع الوجود خلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تخرب بها اللسان أما تضمه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. تثبت بها في صدور من الإيمان قواعد وتلوه على يقين من شر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمد عبدك الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله أبدا أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وعبد الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. فكان بزمته للجميع المستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكمر الله بها على البشر وما أواءها من منة تكشر شيرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم يا جلامي صلواتي وأجمعها وذكى تحياته وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحقه العبودية وبرز فيه آته كمال وقام بحقه ربوبيته في ماوته حكمة لله وأكبر عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه. صلاة ينتصل بها روح مصلي عليه به فينبسط في قلبه ونور سره تعلقه به وحبه ويكتبه بها بإعنايته لله في خطبه وعلى آله وصحبه الذي تكرم الله به تكرمته بقربه وتنفع بذلة الشريف أتسليه بأده وحبه ما أدرك اللهم نسير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه. حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضامة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأزهرت من سر هذا النور ما أزهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر مئشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلمين
المتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي أما العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده فهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن شمائل. وهنا حسنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابه القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في أحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور مودع في هذه السورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع وجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسناده عن جابر بن الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في خلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أسلب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله ابن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ومنذ على كسبه هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسمونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج، والعيون متشوفات إلى بروزه متشوقات إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حمل حملت في ذلك العام إلا آتت في حمل هذا بالغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخات بإثر الفراح بملاقة أشرف البرية وبروزه من ألم الخفاء إلى علم الزهور بعد تنقله في البطون والزهور صلى الله عليه. وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تسج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت غناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا، ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلقت سبح الكمال من النور عن عمور، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم. صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله. أيها المبعوث فينا جئت
رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور لقد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرات واستضيء بجمال فقام بالحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفعل للمؤمنين عطاء جمع المصطفى الهادي
ولجاهه في جواره خير من
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع لأن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهر شهر بالأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاعي رضي الله عنهما قال لما ولد آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستحل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم عودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى عبده الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعزم شرف عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. كان صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها الفرائس الأقوياء من البرية ومن نشر الطيب تعطرت الطرق والمنازل وبأرب ذكره تطيبت المجالس فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله الأولى في مجده ومكانه أوصاف عز تعالى مجدها أخذت على نجم سرها بإنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم
فحسن مني أن أمسك إنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسر الختم كما يسر التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم. لهر اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله استغفر الله وصلى الله على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعله فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة الوصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزتي تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك، سيد المرسلين بك الصادق الأمين، سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك المخصص في شرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل بدادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا عطما برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وبازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشرب بجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات.
وأدم راية الدين القويم بجميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق بجميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الهرج المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليهم منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالحق وبجيش الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل منا من رحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, setelah sama-sama kita membaca dan mendengarkan lantunan mutiara tentang sejarah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis di dalam kitab Simtud Durar karangan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, maka marilah kita bersama-sama mendengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Al-Habib Hasan bin Husain Al-Madihij, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang kita muliakan dan kita hormati para syiban-syiban kita. Alhamdulillah yang pada sore hari ini banyak yang sempat menghadiri acara maulid di Muaroh. Hadir bersama kita Al-Habib Ali bin Abdullah Al-bin Hamid, Al-Ustaz Syauqi, Al-Habib Ja'far As-Segab, dan yang lain-lainnya yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang membedakan maulid sore dengan maulid yang lain-lainnya, banyaknya hadir syiban-syiban kita yang membuat acara maulid di sore hari terasa lebih khidmat. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan memanjangkan umur para syiban-syiban kita, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami takzimi guru kami Sayyidil Walid Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab, Sayyidil Walid Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi, Ustadzuna Syukri bin Ali bin Syahab, Al-Ustadz Alwi bin Isa Segab, dan para asatid yang lainnya yang sempat hadir. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dalam salah satu acara maulid, panitia setelah acara mendekati guru kami Abu Yamar. Lalu panitia ngomong sama beliau, Ustadz,
minta maaf kalau ada kurang-kurang. Panitia marah iya Buya ngomong, Ustadz minta maaf kalau ada kurang-kurangnya. Lalu Abuya jawab dan itu kami dengar. Kata beliau, apa yang kita buat untuk insanul kamil kamil. Apa yang kita buat untuk insanul kamil kamil. Apa yang kita buat untuk Nabi Muhammad manusia yang sempurna sempurna insyaallah. Tak kata yang kurang di acara yang dilandasi untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita hadir maulid jengok yang sempurnanya be. Walaupun Abu yang ngomong demikian, yang namanya manusia pasti luput dari yang namanya kesalahan dan kelalaian. Tak kata yang sempurna, pasti ada celah-celah dikit yang kadang-kadang menjadi sorotan oleh sebagian wong yang memang lebih jeli nyingok yang salah-salah, yang kurang-kurang daripada yang benar-benarnya. Tadi caknya yang macam maulid salah baca pasal 4 itu yang dikomentari. Caknya banner ini ada yang salah tulisannya, itu yang dikomentari. Biasanya nyingok yang kurang-kurangnya. Ucapan dan jawaban dari Abuya tadi itu termasuk kalimatut thayyibah. Kalimatut thayyibah artinya kalimat tasurru ala sami. Kalimat yang bisa menyenangkan hati yang dengar. Coba kalau seandainya beliau menjawab, Ustadz minta maaf kalau ada kurang-kurangnya. Iya pasangin kurang. Tak lemak pasti yang dengar tu. Ustadz minta maaf kalau ada kurang-kurang. Iya nasinya tadi kurang lembut. Tapi tidak. Beliau menjawab dengan jawaban yang mesak hati. Nyenengkan wong yang ngado ke acara. Tidak kata beliau, semua yang kita lakukan untuk insanun kamil kamil. Yang kita buat untuk manusia yang paling sempurna sempurna. Katik kurangnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegur salah satu sahabat beliau. Dan ini menjadi salah satu seni dalam menasihati. Ada sahabat beliau yang bernama Abu Bakarah, yang terbilang masih muda dan lagi semangat-semangatnya ibadat. Ketika Nabi sedang sholat berjamaah, Abu Bakarah ini terlambat. Karena takut ketinggalan rakaat, dia langsung takbir sebelum nyampe ke shaf. Lalu dia berjalan ke shaf. Nabi SAW yang mengetahui hal tersebut negor cara Abu Bakarah yang salah, tapi teguran Nabi itu elegan, bagusnya, membangun bukan menjatuhkan, memotivasi bukan menghambat semangat wong. Dan ini yang harus kita tiru. Kalau ada yang kurang-kurang dan kita ingin negur, motivasi dulu, puji dulu, baru kita tegur kekurangannya. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Setelah selesai sholat, Nabi panggil Abu Bakarah. Kata beliau, zadakallahu hirson. Mudah-mudahan Allah tambah semangat kau. Wala ta'ud, tapi jangan ulangi lagi perbuatan itu. Kalau kita terbalik, kita celah dulu, jangan ulangi lagi ya. Semangat boleh be, tapi jangan ulangi itu. Untuk semangat wong, hilang motivasi wong. Dan ini contoh yang bisa kita lihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala kama ta'abbadana bifi'li ta'at. Allah sebagaimana dia nyuruh kita ibadat dengan melakukan ketaatan, ta'abbadana bikaffil adha. Allah juga nyuruh kita ibadat dengan menjaga segala perbuatan yang bisa menyakiti dan mengganggu orang lain. Itu ibadat. Makanya ada wong yang tidur tapi dianggap ibadat, karena dengan dia tidur dia tak ganggu siapa-siapa. Dan dia terkenal wong yang paling jahil, paling usil. Wong yang paling jahil, paling usil. Dengan dia tak tidur, dia tidak buat dosa. Jadi ma'asyiral hadirin, kalau Nabi kita pernah ngomong ketika ditanya ayyul muslim afdal, muslim mana yang paling afdal, beliau menjawab man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu muslim yang selamat orang lain dari ulah mulutnya dan tangannya. Artinya cukup dia tak berulah sudah termasuk wong baik. Tidak perlu dia buat baik sama wong. Tidak perlu dia nyantuni wong. Tidak
Tidak perlu dia nyayangi wong. Cukup idak nganggu wong sudah baik. Cukup idak nganggu wong. Karena Nabi ngomong man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Yang wong lain selamat dari gangguan omongan dia dan tangan dia. Jadi selagi dia tidak nganggu, walaupun dia tidak nyenengkan wong, dia dianggap sudah baik oleh Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini tidak merasa, karena kita ini fakidul ihsas, tidak sensitif orangnya, tidak pernah merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau berkomentar itu kadang-kadang menghujam ke ulu hati. Tapi menurut kita omongan kita ini keluar spontan bahaya, tidak kate yang tersakiti, padahal yang dengar itu tersinggung dan merasa tersakiti. Pernah ma'asyiral hadirin, ini kejadian di kami, dan ini kami jadikan contoh agar tidak melakukan hal yang serupa. Kita pakai sal model kotak-kotak, ketemu kawan ngembek hordeng di mana? Nah, alang ke kolunya. Hordeng dari mana jadi yo? Kita yang dengar itu berenteng. Yo karena di antara ciri wong yang beriman itu tahammulul adza, nahan diri untuk tidak emosi saat ada omongan-omongan yang nyakit hati. Uji kita ngembek di rumah tuh lah, aman. Tapi kalau kita balas, payu moncong tuh benar-benar. Tak selesai ibu akhirnya. Kita pakai gamis, warnanya agak aneh. Ini jas hujan apa? No, jas hujan. Yang kedak lemaknya. Nah kalau kita nak ngomong sesuatu dengan orang lain, coba posisikan kita sebagai orang itu. Posisikan kita sebagai itu. Mana kalau kita dengar omongan itu ke kita, sakit hati itu, tersinggung tak gitu, kecewa tak gitu. Kalau kita tersinggung dengan omongan itu, maka jangan kita omongi kepada orang tersebut. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita Muhammad contoh yang paling luar biasa dalam menjaga kata-kata. Innalil kalimati anaqah. Kalimat-kalimat yang kita sampaikan itu memiliki elegansi. Elegan, cakep, bagus. Kita kalau nak pergi kondangan milih baju yang paling bagus. Kami 3 kali salin. Kata Umar tak cocok itu. Salin lagi. Sampailah 3 kali. Nurut.
tahu cara membagi waktu. Besok kau yang hadir, aku nyari duit. Agak berikutnya kau yang nyari duit, aku yang hadir. Luar biasa. Kata Siti Aisyah, karena ahlul Madinah ahlul amal. Penduduk Madinah itu pekerja. Bukan yang sifatnya malas-malesan, nyantai di rumah. Ada yang dia bujang, tidak galak bekerja. Setelah 2 tahun di rumah, ngomong sama orang tuanya, nak kawin bu, nak kawin bu. Kata ibunya, ada calonnya tak? Tak katik, tolong carikan bu, carikan betino yang nimu aku apa adonyo. Nah kau kacau ini. Tino yang nimu aku apa adonyo. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau ada lanang dengan tipe dia ini, marah anak betina itu, kita terima tak? Jauh-jauh takut kalau. Tidak, minimal dia bekerja. Tidak harus wong kaya. Yang penting dia berusaha, bekerja keras, mau nafkahi anak kita. Paling tidak mah itu kan. Tidak harus jabatannya itu direktur, tidak. Tidak harus dia itu gajinya pucuk UMR, tidak. Yang penting dia galak berusaha nafkahi anak kita, itu ya. Tapi kalau modal nyender di rumah, makan 4 kali buluk, minta kawin. Nah ini kan kacau. Sudah oh, belum? Halaknya naman. Jadi demikian. Ahlul Madinah, ahlul amal, kata Siti Aisyah. Jadi harus kita pahami. Dulu budaya di bangsa Arab itu, mereka itu tidak sering mandi. Harus kita pahami. Karena memang air di masa itu bukan hal yang mudah didapat. Kalau kita balik Muaro, mandi 3 kali sehari. Sungai sebelah situlah. Mereka itu bukan wong yang sering mandi tiap hari, dah. Bisa kita bayangkan, mereka pekerja, jarang mandi, sholatnya di masjid, apalagi di momen Jumat, masjid full. Nah, Nabi kita Muhammad yang memahami kondisi ini, memahami beliau. Jadi mereka keingatan, bau badan itu pasti. Nabi luar biasa, kalimatnya tidak pernah nyakiti. Bahasanya sangat santun. Apa kata Nabi? Ini yang perlu kita pelajari. Apa jawaban Nabi? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau tatahhartum liyaumikum hadza." Tidak ngomong, kamu nih bau mandi oi. Tidak. Kalau ada yang pegang tadi, itu ngomong bau kalau kamu mandi. Baju tuh berapa hari pergi maulid 3 kali itu terus. Langgasa. Kata Nabi apa? Lau tatahhartum liyaumikum hadza. Coba kalau kamu bersuci untuk menghormati hari ini, tak pernah nyender masalah bau badan. Tak pernah. Elegan, hebat, luar biasa. Kana la yu'zi ahadan. Tak pernah omongan beliau menyakiti perasaan. Wala yajrahu ahadan bi kalimatin. Tak pernah menggores hati orang dengan kalimat apapun. Tak pernah. Sabar. Beliau orang yang paling sering diganggu, tapi tak pernah ganggu. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Walaqad uzitu fillahi lam yu'za ahadun." Aku ini diganggu dalam rangka memperjuangkan agama Allah, tak ada yang pernah diganggu seperti aku. Nabi-nabi diganggu kalau, tapi tak ada yang gangguannya seperti Nabi Muhammad. Pribadi beliau diganggu, keluarga beliau diganggu, ajaran beliau diganggu, beliau sabar. Masyarul hadirin, siapa yang bisa mikul beban, siapa yang tidak stres saat keluarganya dibicarakan oleh wong sekampung anget? Kalau bini itu dibicarakan oleh wong sekampung anget yang ada di Muaro dengan tuduhan yang belum pasti, tapi isulah tersebar, mak mana posisi kita sebagai suami? Kalau tak stres kita pindah. Nabi Muhammad ngalami itu. Siti Aisyah dipitnah oleh umat munafik, disebar isu Siti Aisyah itu berbuat yang tidak-tidak di belakang Nabi. Nabi bertahan. Mulut-mulut kotor mulai mengomentari keluarga Nabi. Sebenarnya yang tersesat itu bukan Aisyahnya, tapi Nabinya. Seakan-akan mereka banggakan Nabi tidak bisa mengurus istri. Sabar. Nabi tidak bisa menanggapi kejadian itu karena belum turun wahyu. Dan Nabi wong yang paling jujur.
Nabi kalau macak-macak bahasa kita ngomong, "Ida, Allah lah nyampaikan sama aku melalui Jibril." Aisyah tidak seperti itu. Selesai dalam 2 hari. Sebulan masalah ini. Tiap hari dengan omongan. Kuat. Walaqad uzitu fi sabilillah lam yu'za ahadun. Tak ada yang pernah diganggu seperti Nabi. Nabi magikan sedekah. Ada yang berkomentar, ini pembagian yang tidak menginginkan ridho Allah. Kata Nabi, kalau aku tak adil, siapa yang adil? Lalu Nabi mencontoh saudara-saudara yang telah lalu, nabi-nabi yang sudah pernah diutus Allah. Kata beliau, sungguh Musa mengalami hal yang serupa dan dia sabar, dan aku tidak punya pilihan kecuali apa yang dia lakukan. Sabar juga Nabi SAW. Dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wala tasma'unna minal ladhina utul kitaba min qablikum wa minal ladhina kafaru adhan kathiro. Sungguh kalian, Nabi termasuk di dalamnya, sahabat-sahabat pun demikian, akan mendengar dengan telinga kalian dari wong ahli kitab dan orang kafir gangguan yang banyak. Kalau yang disebut tasma'un berarti itu melalui ucapan-ucapan yang bisa membuat mental gitu jatuh. Hati-hati dengan omongan. Hati-hati dengan omongan. Rubba kalimatin salabat, boleh jadi satu kalimat yang keluar dari mulut membuat wong tak pacak tidur semalaman. Gagal omongan kita. Omongan kita itu membuat wong tak pacak tidur. Omongan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagai contoh, ada sikok keluarga yang anaknya punya banyak masalah dengan hukum narkoba. Mudah-mudahan Allah selamatkan keluarga kita dari narkoba. Insya Allah. Kena tersandung kasus narkoba, ditangkap. Wong-wong berkomentar, bukan dengan yang kena tangkap, tapi ngomentari keluarganya. Akibat tak baca ngurus anak, akibat tak becus mendidik anak, akibat tak perhatian dengan anak. Wong tuanya yang dihujat, wong tuanya yang disasar. Padahal kita tak tahu mak mano pegelnya dia dalam usaha mentikan anaknya dari narkoba. Segala cara dibawa ke ustaz, dijampi. Masih cak itulah, datang ke ustaz ni, ustaz minta jampian ustaz, anak-anak ni ustaz saronian sudah kena narkoba ni ustaz. Jampi ustaz biar dia berubah. Dijampi oleh ustaz, masih narkoba juga. Lah terbuang di penjara. Kalau dia berubah, sudah direhab, masih cak itu juga. Mak mano kita bayangkan perasaan wong tuanya diuji dengan anak yang seperti ini. Kita tambah lukonya dengan komentar kita, memang wong tua tak becus, tak karuan aguk masalah anak. Tambah hancur hatinya. Cukup tak berkomentar. Kita tahu dia salah anaknya, tapi jangan kita pelok ke anak mak bapaknya. Ingat kita cerita ketika Ikrimah masuk Islam dan ingin bertemu Nabi dan berbaiat. Sahabat lagi ngomongi ayahnya, yaitu Abu Jahal. Aduhullah wa aduh rasuli, musuh Allah. Kata Nabi, berhenti, jangan lagi ngomong Abu Jahal, jangan lagi mencela Abu Jahal, karena celaan itu nyakiti wong yang masih hidup dan tak nyampe kepada yang mati. Abu Jahal tak dengar lagi celaan kamu, tapi celaan kamu didengar oleh anak yang masih hidup dan itu nyakitkan dia. Oh, betapa luar biasanya Nabi nyaga perasaan. Bapaknya jahat, jangan ngomong bapaknya jahat depan anaknya, tutup. Anaknya jahat, jangan ngomong anaknya jahat depan bapaknya, untuk nyago perasaan. Nah itu wong-wong yang punya rasa sensitif, tahu kalimat ini nyakiti, melukai apa tidak. Dan Nabi kita Muhammad contoh yang paling terbaik dalam masalah ini, dalam persoalan ini. Fudail bin Iyad alaihi rahmatullah pernah ngomong sama anaknya, ya bunayya la yahillu laka an tu'dhi kalban fakaifa bil muslimin. Wahai anakku, kau mencaci anjing tak boleh kalau tanpa alasan, apalagi kau mencaci dan mengganggu, menyakiti kaum muslimin. Tak boleh, tidak boleh. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang luar biasa yang patut kita contoh. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ada ibadat yang cuman dengan kita dak ngapo-ngapoi kita boleh pahala. Kaful adza, dak nganggu wong. Nganggu wong itu bisa dengan omongan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan tingkah laku kita. Sering terjadi di komplek-komplek. Biasanya yang melakukan dak ngaso. Parkir mobil sembarangan. Kita jangan langsung ngarah ke siapa ini. Tidak, kami tidak ngomongi wong tertentu. Pakai mobil di jalan umum sehingga membuat wong lain harus susah nyari tempat berjalan, dan kita nganggap itu hal biasa. Tak apa-apa, jalan lain banyak mentas. Kadang-kadang muat kandang lebih sedikit pula jalan umum. Negak ke meja permanen pula jualan. Dia logo, mana boleh. Negak ke meja di jalan umum permanen pula, permanen muat wong sara jadi nak masuk lorong metu, mana boleh. Itu adiyah. Bahkan dalam fikih itu dibahas, kalau kita nak ningkatkan rumah kita 2 tingkat dan itu bisa mengganggu jalur angin ke tetangga dan cahaya matahari ke rumah tetangga, akhirnya jemurannya tak kering-kering gara-gara matahari tak nyampe, minta izin, minta ridho. Kami nak ninggi ke rumah, takut ngalangi jalur angin. Boleh tak izinkan kami? Tak boleh. Kami njuk kompensasi. Mak itu njuk kompensasi. Apa dia? Mobil. Kuncinya be tapi. Nah kuncinya be. Mak itu bercara. Tidak main langsung tegak we gentum. Tetangga tadi langsung ngeluh ke sana sini. Punya tetangga Tiago je. Tegak ke rumah tak ngomong lagi. Mana boleh. Itu nganggu. Nutup got wong. Adiyah itu. Apapun yang bisa menyakiti dan mengganggu wong lain secara omongan, perbuatan, itu haram. Haram. Allah berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Tak boleh. Siapa yang menyakiti wong mukmin laki dan perempuan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka dia akan memikul dosa berdusta wa itsman mubinan, dan dosa yang besar nian. Dosa yang besar ni. Kadang kita tidak pernah merasa hal demikian. Ada komentar ma'asyiral hadirin yang rasanya bagi yang dengar dan maco itu seperti pisau yang ditusuk ke dada. Ada yang seperti peluru yang melesat ke kepala, sakit. Jadi kalau nak berkomentar, ingat-ingat kio-kio komentar kita ini nyakit nyinggung apa tidak wong yang kita komentari. Dengan kita nahan tidak berkomentar lah boleh pahala. Ngapa kau dah komentar? Aku takut nyakit wong yang ku komentari. Terakhir, ma'asyiral hadirin, sahabat Nabi Abi Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Amal apa yang paling afdal? Dijawab oleh Nabi, "Al-imanu billah wal jihad fisabilillah." Beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Dia nanya lagi, "Wa ayyur riqabi afdal?" Hamba sahaya apa yang paling afdal untuk dikeluarkan dan dimerdekakan? "Asmanuha ala ahlihi wa anfasaha ala ahlihi wa asmanaha." Yang paling berharga dan yang paling mahal bagi pemiliknya. Lalu beliau bertanya lagi, "Ya Rasulullah, kalau aku tak pacak ngeluarkan budak karena tak punya, kau buat baik dan bantu orang yang buat baik. Kalau tak pacak, cukup kau tahan dirimu dari nganggu orang lain. Itu sedekah buat kau. Kalau tak pacak buat baik sama orang, minimal tidak nyago ke orang." Itu be. Diam di rumah, tidak ngomong, bukan bisu. Tidak ngomong gitu. Tidak ngapa-ngapai gitu. Ngapa kau duduk di rumah be? Aku lagi ibadat. Ibadat apa? Tidak ganggu orang. Sebab aku metu orang terganggu. Jadi demikian. Nah, jadi kita harus hati-hati. Apalagi dalam suasana maulid. Jangan kita jadikan maulid ini sebagai ajang nambah dosa. Dengan komentari yang kurang-kurang seperti yang kami sebutkan tadi. Itu kalau tempat ini bawa hadir. Nah, tempat lain tak hadir. Milih-milih. Jangan. Biarlah dia nak milih-milih, terserah dia. Ngapa kita nak nambah dosa? Ngapa kita nak nambah dosa? Kadang ada kalimat itu terdengar. Kadang kalimat itu ada terdengar.
oleh mulut-mulut yang memang sudah terbiasa mengomentari semua yang kurang-kurang yang dia jingok di setiap event-event acara-acara ini. Jangan. Maulid kita nak masak ke Nabi, mulia ke Nabi, jangan kita kotori dengan komentar-komentar negatif, komentar jelek, baik yang terkait dengan acara atau yang hadir di acara, supaya kita dapat pahala. Supaya kita dapat pahala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, besian berdua ada orang ketiga tak boleh. Nyakit yang ketiga, ngomong apa orang dua tu, jangan-jangan ngomongi aku. Padahal tidak, berdosa. Makan yang bukan bagian kita, berdosa. Karena orang pengen juga, kita lanjak ke, berdosa. Iya kan? Ada dalam kitab dia tu. Makan 4 nampan. Banyak ni kan? Senampan, orang 4. Remetnya kalau daging, berdosa. Karena orang nak nyicip juga. Jadi aso-aso bagi. Al-aklu mimma yali ghairihi adiyah. Makan di bagian wong lain itu nganggu dan itu berdosa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang yang beruntung. InsyaAllah Allah Ta'ala berkahi semua acara-acara maulid di tempat kita, dan Allah Ta'ala dekatkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada Al-Habib Hasan bin Husain Al-Madihij. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dan kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua, serta dimudahkan untuk kita dalam mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya kita pintakan kepada Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syihab untuk memimpin pembacaan talqinuz zikir dan doa penutup. Fa'alaihi falyatafaddal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha numut wa alaiha nubazu insyaallah minal aminin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta waliyyu ni'matina wa antal qadir ala talbatina wa ta'lamu hajatana, fa nas'aluka Allahumma ya Allah bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad lama yassara Allah umurana wa umurakum wa lama qadha Allah hajatana wa hajatakum wa lama syafa Allah mardana wa mardakum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin.